مساء الخير. انا بعمل عشاء وخدت بالي ان ناس كتير قوي امبارح سالتني بتخزن الترافل ازاي بعد ما بتستخدمه. ناس مين يا مورس اللي يسألوك بتخزن الترافل ازاي؟ يعني مفيش غيرك انت والراجل اللي بيبيع لك البسطرمه ديت هو اللي يعرف ايه ده. وبعدين مش ترافل دي يعني يسافر. الترافلز اهي ببقى حاطط من تحت شويه رز، ده بيمتص الرطوبه لان ما ينفعش تحط في حاجه رطبه خالص. وفي البوكس اللي فيه الرز ببقى حاطط بيض لان القشره بتاعه البيض دي فيها سبورز او مسام. يعني انت مخبي الرز والبيض في علبه وكاتب عليه اسمك لانش بوكس. واخر اهم حاجه بالنسبه لي شويه ترافلز. هو اللي انت حطيته ده كله انا عندي منه الطاسه، حتى البوتاجاز ما عنديش. اعمل ترافلز مع تكستشر نيوكي مع كريم مع البراون بوتر مع الشالوتس مع كل حاجه لايق قوي مع بعض. السيمفوني اوف فليفر. يعني انا كورس الايلتس اللي انت قلته ده في الاخر كله ما فهمتش منه اي حاجه صراحه. وبس كده. لا، اللي انت عملته ده ما يتقالش عليه بس كده في الاخر. اللي انت عملته دوت قرض من بنك الاسكان. مفيش بس كده. ومرقص طبعا من حقه زي اي شاب مصري بيعطف ويلطف، زي اي شاب دافع فلوس وكان جايب ترافل واخد كورس في المركز الثقافي الروسي. فمن حقه الراجل شاب، ربنا يدينا ترافل زيه.